سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. النهارده ان شاء الله متابعة اكلات منولة، هنعمل الفاش الصعيدي. ده هنا عندنا الحمص على السكر، واول ما اللبن بيغلي بنحطه في البرطمان وبنحط الحمص والسكر عليه وبنقفل عليه كويس ومبنحركهوش، وبنسيبه في الصيف يومين وفي الشتاء 3 ايام. بنحطه في دولاب في مكان دافي لمدة يومين في الصيف و3 في الشتاء. كده بقى الخميرة بعد ما جهزت معايا اهيت تبقى عاملة زي الزبادي بالظبط، زي كوباية الزبادي ومية وسكر تحت. ده اللبن مع الحمص بالسكر بعد يومين، في الصيف يومين وفي الشتاء 3. هنا بقى جبنا الطبق اللي احنا هنعجن فيه، هنحط فيه اللي في البرطمان اللي هي الخميرة الاولانية، بتبقى عبارة عن زبادي بالظبط. بصوا عملت زي الزبادي ازاي، كده تبقى الخميرة ناجحة معايا ما شاء الله. نبتدي بقى نحط كوبايتين مية دافية، نعمل اول الخميرة وبعدين نحط كوبايتين مية دافية وكوبايتين دقيق عليهم، تبقى معايا عاملة زي عجينة الزلابية. كوبايتين مية دافية وكوبايتين دقيق، ونحط عليهم 10 جرام خميرة. انا بحب احط الخميرة في العجينتين الخميرة الاولانية والتانية، ونقلبهم كويس في بعض لحد ما العجينة تبقى معايا عاملة زي الزلابية كده. بسم الله ما شاء الله. انا بحب اعجن بايديا يا جماعة، وببقى غاسلة ايديا كويس الحمد لله، وعندي عجان والله، بس انا في مخبوزات بحب اعملها بايديا ما شاء الله. الخميرة بعد ما عجناها الاولانية بصوا فقاقيع الهوا فيها ازاي، بسم الله ما شاء الله. خمرت من قبل ما نحطها اصلا تخمر. هي بتاخد معانا حوالي ساعة كده اهوت عشان احنا حاطين لها خميرة، انما لو مش حاطين بتقعد 3 ساعات. الخميرة الاولانية دي لو مش حاطين بتقعد 3 ساعات. بسم الله ما شاء الله. هنسيبها بقى تخمر ونحط لها بقى. ده معايا نص كيلو لبن دافي، كل كيلو دقيق بياخد نص كيلو لبن دافي، مش سخن ولا ساقع، دافي غلينه واستنى لما يدفى ويبقى كده. ودي الخميره بسم الله ما شاء الله بعد ما خمرت، شايفين فقاقيع الهواء اللي فيها. ودي معايا بقى معلقه كركم كبيره و3 معالق سكر، ونحطهم على اللبن الدافي ونقلبهم، ونحط كمان 10 جرام خميره كمان. وفي الحاله دي بقى معانا كوبايه زبده او كوبايه زيت زي ما نحب حسب ظروفنا، يعني حسب الحاله الماديه. انا هنا حطيت نص كوبايه زيت، انا قلت حضراتكم كوبايه بس انا هستخدم نص دلوقتي. ونبتدي ايه نحطه بقى اللي احنا الخليط اللي احنا عملناه ده هنحطه على ايه على الخميره. نبتدي بقى نفكهم من بعض بالمضرب اليدوي اللي هو الويسكي. بسم الله ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ندوب خالص 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 لحد لما ايه يبقى عبارة عن سائل معانا بالمنظر ده. بعدين ابتدي نضيف الدقيق. هو المفروض ده هياخد كيلو دقيق، نحط الكيلو على بعضه مفيش مشكلة. حطينا كيلو دقيق مرة واحدة، ونبتدي بقى ايه بالمضرب اليدوي شوية وبعدين نعجنهم بالايد. نلم بقى العجينة معانا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله. ادي العجينة. طبعا عشان تنعم معانا العجينة بنحط بقى ايه نص كوباية الزيت التانية او نص كوباية الزبدة زي ما نحب، ونعجنها تاني كده. بسم الله ما شاء الله العجينة ايه خلصت معانا. هنحطها بقى ايه تخمر. اللهم صل على النبي. هنا بعد ما خمرت بسم الله ما شاء الله هنبتدي بقى ايه نقطعها بحجم الكايزر. نجيب الصواني بتاعتنا ندهنها زبدة، اي مادة دهنية يا زبدة يا سمنة اللي انت عندك متناول ايدك. نبتدي بقى ايه نقص ايدينا، ندهن ايدينا سمن ونقرصهم. هنا بسم الله ما شاء الله بحجم الكايزرية اهم. ده كيلو دقيق وكوبايتين الخميرة الاولانية. بسم الله ما شاء الله. هنسيبهم بقى يخمروا في مكان دافي، ونقطعهم في الصينية الاول ونسيبهم يخمروا، يعني نريح العجينة 10 دقايق او ربع ساعة وبعدين نقطعهم ويخمروا في الصينية احسن ما يخمروا بره. بصوا بسم الله ما شاء الله اما خمروا بقوا عاملين زي الوردة اهو.
اللهم صل على النبي. نبتدي بقى نحط بسم الله ما شاء الله. شفتوا في الفرن بصوا عليت ازاي بتتضاعف بالظبط اضعاف اضعاف. هنا قطعناهم بعد ما استووا وبردوا، بنقطعهم شرايح عشان نبتدي نحمصهم. اللهم صل على النبي. من كيلو دقيق عملنا 3 كيلو فيش، اقتصادي ونضيف وموفر، عاملينه في البيت مضمون. بسم الله ما شاء الله. كل ده قسما بالله من كيلو دقيق. اتمنى تجربوه مع مطبخ اكلات منولة، وبألف هنا وشفا، وكل سنة وحضراتكم طيبين. وتابعوا الصفحة معانا هنكمل بقية الحاجات ان شاء الله. كل اللي انتوا عايزينه تحت امركم. السلام عليكم.